والله الذي لا إله إلا هو إذا لم تأتي ربيعتي. شيخ علي ناصر قرش أنا حمد فطغم الحزمي يا أخي العزيز، أنا بليت بامرأة قصت فرائض راسها في بيتي، لا عندي إغراضيات، والله أني بدون سيارة، والله على ما أقول شهيد. وحكومتكم هذه ما هي حكومة رشيدة ولا حكيمة، لأن الحكمة ما يعطيها الله إلا من أحبه، ولا ما يحبهم الله. مرأة بنت الزبيري بنت الخريطي بنت صدام حسين هذه، لكن حتى لو هي من الجن يا أخي أنا مشهد الله ما أريد إلا المرأة وجنسياتها الذي عند العصابة حقهم ذولا، وتجي وأنا أقدم لكم ضمانات دولية ولا مشايخ قبلية أني أرفع المطرح قبل رفشة العين، وأنا مشهد الله. هذه الرسالة توديها للسيد وأنت مقلد عهد الله. أنا لا أريد إلا المرأة هذه الذي قد بلتني. أنا معرض لكم وجه الله الذي لا إله إلا هو. الآن اليمن الشرق والغرب والشمال والجنوب موجودين ويتوافدوا، ما يقارب 8000. أنا لا أريد إلا هذه المرأة، أنا مشهد الله. شوف هذه الرسالة حجة أني لا أريد إلا هذه المرأة، وأعطيت مهلة وقضي على غلاق. لا تلزونا على شيئا لا تحمد عقباه، والله الذي لا إله إلا هو إذا لم تأتي ربيعتي، وإذا لم تأتي هذه المرأة الذي استغاثت بي وجنسياتها، الأموال لا نريدها، البيت، الأغراض، السيارات، كل شيء هذه يأكلوها أبو علي الحاكم وعلي حسين وفارس مناع. هذا احنا اغنياء بالله. أعطونا المرأة، أعطونا هذه الحرمة، احقنوا دماء اليمنيون، احقنوا دماء اليمنيون. هذه فرصة أخيرة يعمم هذا الصوت. علي ناصر قرشة هو من المقربين للسيد عبد الملك. أنا أقول لكم أعطيكم 50 شيخ ضمنا من أكبر المشايخ اللي حضروا المطرح. هذا الصوت يكون حجة عليكم عند الله ثم أمام الناس. أعطونا ميراث صدام حسين، اتركوا الكذب، اتركوا التغشيش، اتركوا التضليل. أقرب حل تسليم هذه المرأة وجنسياتها، ما لم فاعتبروا أننا سننتف جذوركم كما ننتف الشجرة. ليس احنا عاجزين عنكم، احنا قبيلة اليمن قبيلة عريقة، قبيلة عظيمة، قبيلة لن يحكمها أقواما لا يؤمنوا بالله واليوم الآخر، لا صدق، لا عندكم وفاء، لا عندكم. الآن اتقوا الله. ويعمم إلى عند السيد، يعمم إلى عند مشايخ إسحار، إلى عند خولان بن عامر، احقنوا دماء اليمنيين. شوف أنتم بعدين المتحملين يا خولان بن عامر القضية. الآن في وقت قريب كل الدعم من التجارات ومن النقل الثقيل كامل سنحجزه عن مناطق الشمال كامل. احنا نعرف ان الذي يغذيكم هي الحوثيون. انتم مستفيدون من بلادنا، حتى زكاة اموالنا اخذتوها. احنا صبرنا، الان ما عاد نريد الا هذه المرأة. ما لم اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. انا اراسلك يا علي ناصر قرشا على رقمك الخاص الان. فاتقوا الله في دماء الناس، أما أعراضنا فنحن لا نساوم فيها. يشهد الله أن تجي، وإلا فإن الحياة علينا حرام. والله إذا لم نسلم امرأة من كلاب مفترسة فهذا يدل على أن باطن الأرض خير لنا من ظاهرها. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. أخوكم محمد بن فطغم.